السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم الاخوات الاميمات الغاليات؟ صحتكم هانيين؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، ويلقاكم ان شاء الله بصحه جيده يا ربي يا ربي. هنا البنات غادي نبدا الفيديو ديالي بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات جيت نشارك معكم عصير بارده كيجي غزال غزال وكيجي زوين وكيعجب الوليدات الصغار. علاش ما نجربوه نوجدو هكا لوليداتنا، والصيف ان شاء الله جاي على الابواب. كيجي البنات زوين زوين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وندوزو لطريقه التحضير ونقول لكم حتى المقادير اللي كيكونوا في هذا العصير هذا. كناخذ هنايا لتر ونص ديال الماء يكون بارد مزيان مزيان، يكون الماء بارد باش يجينا هذا العصير زوين. هنا عندي نص لتر ديال الحليب كامل الدسم، كاس ديال السكر سنيده، السكر البنات على حسب الذوق. هنا عندي النكهه ديال البرتقال، وتقدروا ديروا النكهه اللي كتعجبكم. هنا عندي معلقه كبيره ديال سنيده حامضه. هاد السنيده الحامضه والنكهه ديال البرتقال كتكون هكا عند الناس اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلوى، كتكون هكايا عندهم. وهنايا غادي ندوز باش نصاوب معكم هاد العصير اللي ساهل، ما كياخذش معنا حتى الوقت بزاف، دغيا كيتصاوب. كما كتشوفوا هنا عندي ايطرون ونص ديال الماء بارد بارد مزيان مزيان. بغيتو تضاعفوا الكميه تقدروا تضاعفوا البنات الكميه. غادي نزيد كاس ديال السكر سنيده، كما قلت لكم السكر على حسب الذوق. وغادي نزيد نص لتر ديال الحليب، غادي نخلط بهذا الخلاط هذا اليدوي. وغادي نزيد معلقه ديال سنيده الحامضه، نديروا البنات غير معلقه ما نكتروش. نخلط مزيان مزيان تطلع ديك الكشكوشه البنات، خاصو يتخلط باش تذوب ديك السنيده، باش ما تبقاش هكاك تبقاش هكاك في العصير ما دايباش. نخلطو مزيان. هاد العصير البنات كيعطينا حتى كميه كثيره، كميه هكا لا باس بها. والله البنات راه كيجي زوين. العصير هو اللي كيديروا في الاعراس وفي الاعياد ميلاد وفي المناسبات، كيكون هكا بالنكهات. انا درته بالنكهه ديال البرتقال. وهنايا غادي نزيد 2 معالق صغار ديال النكهه ديال البرتقال اللي هي معلقه كبيره. وتقدروا كما قلت لكم ديروا النكهه ديال الحامض، نكهه الفريز، نكهه الخوخ، بزاف د النكهات راه كيجيو غزال غزال وكيجي زوين وكيجي تلوين، كيجي زوين وما كياخذش لينا الوقت، غير كيوجد. غير يكون هكا من قبل دايرين الماء هكا يكون بارد والحليب بارد. وجاي الصيف ان شاء الله، جاي العيد الاضحى، هكايا هاد العواصر هادو كيكونوا هكايا كيتشربوا هكا في الصيف، بلا ما تبقاو تشريو دوك العواصر غاليين. هادو راه بنات بحال هكايا تصاوبوا غير في الدار وبالنكهات اللي كتبغيو، كيخرج لينا كميه كثيره وكيجي حتى زوين. هنا البنات من بعد ما خلطته مزيان مزيان كما كتشوفوا اللون ديالو، وغادي نديرو هكا في قريعات. راه معروفه البنات في الجهه الشرقيه بمدينه وجده، الناس تمايا راه كيديروه. كيجي زوين وكيديروه بنكهات مختلفه. كنصاوبوا هكا عصير بدون فواكه كيجي غزال. كما قلت لكم راه كيديروه في المناسبات وفي الاعراس. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا هكا لوليداتكم. وما تنسونيش البنات من لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، فضلا منكم وليس امرا. والهلا يخطيكم، وشكرا على التعاليق كامله اللي كتكتبوا لي، شكرا لكم بزاف بزاف. وهنا البنات من بعد ما وجدت العصير راه كيجي غزال ولونه حتى اللوين زوين تبارك الله، وكيخرج هكا كميه لا باس بها.
كما كتشوفوا كيعجب الوليدات بزاف. كما قلت لكم تقدروا ديروا النكهه اللي كتبغيو. انا درت هنا النكهه ديال البرتقال، نتوما تقدروا ديروا النكهه اللي كتعجبكم. وهنا البنات كنقول لكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف بزاف على خطيكم، وبسلامه عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.